مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصور. كلنا طبعا سمعنا على القرفة وتأثيرها الجامد جدا 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 على النبات. النهارده أنا جايب لكم حاجة أفخم بكتير جدا 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 من القرفة. جايب لكم الكركم، سماد الكركم. حد سمع عن السماد ده قبل كده؟ هنخش في الموضوع على طول، بس قبل ما نبدأ اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نباتاتنا توصل او زرعنا او معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. جبت لكم النهارده ماده سحر، ماده بتعمل مفعول كتير كتير كتير. بس قبل ما نبدا لازم نتكلم، نقول كلام مهم جدا جدا. لازم نعرف ازاي النبات بيستفاد من العنصر الغذائي ده. كويس؟ طيب همثلها بالبلدي كده وهقول كلمتين. طبعا كلنا عارفين ان الجسم الانسان بيحتاج للحديد، لعنصر الحديد. بناكل كبده وبناكل سبانخ وبناكل ملوخيه وكلام من ده عشان جسمنا يمتد بالحديد. هسألكوا سؤال وده مهم جدا. هل ينفع ان انا كبني ادم اسف شويه براده حديد وجسمي هيستفاد بيه؟ ها؟ الاجابه ايه؟ اكيد الاجابه ان جسمي مش هيستفاد بالحديد دوت. طيب ده ليه؟ لان بكل بساطه ان الجسم الانسان مش هيتعرف على الحديد، عنصر الحديد كبراده. تمام؟ لما ينزل جسمي مش هيعرفه. ايه الحاجه الغريبه دي؟ يبقى لازم يبقى الحديد في صورة معينة بحيث ان جسم الانسان يستفاد بيها. النبات عندنا نفس الحكاية. النبات لازم يبقى العنصر الغذائي موجود بصورة معينة او بشكل معين بحيث ان النبات نفسه يعرفه فيمتصه. غير كده النبات مش هيمتصه. طيب كده هنرجع حاجات منزليه كتير انا كنت بشوفها على اليوتيوب. قشر البيضه وقشر الموزه والكلام ده كله الاخر. طيب انت حضرتك لو معاك قشره بيضه، كويس، وهنفترض ان النبات دوت هيمتصه، كويس، هيمتصه ازاي في صوره صلبه؟ هيتحلل. طيب معلش، حط قشره بيضه تحت اي ظروف تعجبك وشوفها هتتحلل بعد قد ايه. كويس؟ هتلاقيها هتقعد مده طويله جدا جدا جدا. اذا الكلام ده فاكس. النهارده على فكره لازم تتفرج على الفيديو ده لغايه اخره علشان الخلطه اللي انا هعملها لكم دي خلطه مخصوص بمشتل الصوب. طيب مثل تاني قال لك ان عنصر البوتاسيوم موجود في قشره الموز. قشره طبعا موجود في الموزه بشكل عام عنصر البوتاسيوم، بس ده لجسم الانسان. كويس؟ تعال نحط عنصر قشره الموزه في التربه. كويس؟ دي ماده عضويه غير متحلله. يعني ايه ماده عضويه غير متحلله؟ يعني لازم تتحلل بالكامل علشان النبات يتعرف عليها وبالتالي النبات يعرف يمتصها. طيب عشان تتحلل عايزه ايه؟ معلش انا في الحته دي تركه مهمه جدا جدا جدا. عشان قشره الموزه دي تتحلل بالكامل عايزه كميه اكسجين عاليه جدا جدا جدا. عشان عمليه التفاعل الكيميائي يحصل عايزه كميه اكسجين عاليه، وده احنا بنشتغل في وسط مقفول، في تربه، في البوت. لو انا حطيت قشره موزه فبالتالي انه هيسحب الاكسجين من التربه. كويس؟ الجذور نفسها محتاجاه. تمام؟ عملنا دوت وحطينا وقعدنا كل شويه نقلب في التربه عشان نمدها بالعنصر الجديد اللي هو الاكسجين دوت من جديد. طيب عشان يتم عمليه التحلل اللي هيحصل ايه؟ هيحصل حراره عاليه جدا 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 جدا. تمام؟ الحراره العاليه ديت حتى احنا في الصيف، احنا دلوقتي النهارده في الصيف، فالحراره العاليه دي بتعمل اجهاد حراري للنبات. حراره عاليه طالعه من التربه. فانت تخيل دوت انت قاعد في بيتك ومشغل بابور جاز جنب منك او مشغل بوتاجاز. ستات البيوت اللي بتشتغل قدام البوتاجاز في البيت، طبعا حراره عاليه جدا جدا النبات ما بيقدرش يستحملها.
اذا باختصار شديد جدا اقدر اقول لك ان كل الوصفات المنزليه اللي موجوده على الانترنت ده كلام فيك وكلام ما بيحصلش وكلام ما ينفعش ان احنا نستخدمه. احنا بنضر النبات مش بننفعه. على فكره في حاجه كمان احنا بنضر بيها النبات وبنضر بيها نفسنا كمان. في ناس بتستخدم سبلة الحمام وبتستخدم سبلة الحصينة والحاجات ديت في بيوتنا. طيب معلش يا جماعة، احنا برضو هرجع اقول علشان النبات دي الحاجات دي نقدر نستخدمها فلازم نبقى متأكدين ان تم تحللها بنسبة 100%. طب نعرف منين؟ عمرها ما هتيجي بالنظر. لا، هي من ساعة ما انا بحط الحاجة دي في المية فهي بتاخد مرحلة تحلل. طب احنا وصلنا لأنهي مرحلة؟ محدش يعرف. لازم حضرتك تاخد الحاجة دي وتوديها لمعمل في كلية علوم وكلية زراعة في اي معمل من المعامل المتخصصة عشان يعرف لك نسبة التحلل فيها قد ايه. تمام؟ غير كده هيعمل الاجهاد الحراري اللي احنا اتكلمنا عليه عشان النبات يقدر يستفيد بيه. كويس؟ طيب انا عايز اسال سؤال تاني مهم جدا. خلي بالك انا بتكلم دلوقتي على النباتات الداخليه والخارجيه على حد سواء. كويس؟ انا ازاي اعرض بيتي وشقتي لخطر الحشرات والناموس والدبان؟ ما احنا لما بنرش الحاجات ديت، تمام، دي انا اسف دي فضلات، ده روث. كويس؟ الروث ده اكيد بيتلم عليه الدبان، ده اقل حاجه. كويس؟ انا اعمل ده ليه في بيتي؟ كويس؟ انا ممكن اعمله في الارض، في الاراضي الزراعيه. بتتعمل في الاراضي الزراعيه لان الاراضي الزراعيه مكان مفتوح. كويس؟ على فكره حتى في الجناين برضو، الجناين بتبقى مكان مقفول. يعني ما ينفعش ابقى انا عندي جنينه في فيلا وارش حاجات من ديت تجيب لي دبان وهاموش وناموس، في حين ان الموضوع اسهل ما يكون ان في حاجه اسمها التسميد المعدني. التسميد المعدني ده حاجه في منتهى الجمال. يعني احنا الانسان قعد يخترع ويبتكر وطلع لنا حاجه اسمها NPK وفي حاجه اسمها عناصر صغرى وعناصر كبرى. كويس؟ طب احنا بنوفر ايه لما بنستخدم قشره الموزه في نبات غالي؟ عندي نبات ما شاء الله جميل بالشكل دوت، لفنبخي عظيمه بالشكل دوت. كويس؟ هحط لها قشره موزه. طب انا جايب النبات دوت سيب ب 200 باكتر باقل. تمام؟ طيب هستخسر فيه ايه؟ هستخسر فيه واحط قشره الموزه واحط له طفل الشاي واحط له طفل القهوه والحاجات دي كلها. انتوا كلكم جربتوا الحاجات ديت. في ناس جربت الحاجات ديت، والحاجات ديت بيقولوا ساعات انها بتجيب مفعول. بس خلي بالك من نقطه مهمه. احنا النهارده في شهر 7، تمام؟ يعني في عز الصيف. معلش انا هديك حبه كده من الارض، انا جايبهم من الارض اهي قدامك، تمام؟ واقول لك ان ده له مفعول السحر. اديهولك هيشتغل معاك، ان هتحطه على النبات هيشتغل معاك النبات 100 فل و14. هو النبات اوريدي شغال، واخد بالك؟ هو النبات مش هيفرق معاك. ممكن تكون انت حطيت الحاجه ديت في وقت ان النبات بدا يشتغل. يعني انا عندي نباتات واقفه مثلا، كويس؟ فقمت جاي حاطط قشره الموز او قشره البيض، تمام؟ فالنبات معايا هيشتغل. كويس؟ يصادف ان احنا نبقى في شهر 6، بنبقى في شهر 7. كويس؟ فالنبات كده في التوقيت ده هيشتغل. طولت عليكم كتير، واحنا المفروض دلوقتي ندخل في موضوعنا وهو سماد الكركم. على فكره سماد الكركم فنكوش من الفناكيش. انا قلت اعمل لكم حاجه برضه مع الاسف مفيش حاجه اسمها سماد الكركم. انا جايب شويه كركم في البيت، انت فهمتني ازاي؟ وانا النهارده متاكد تماما انا لو حطيت شويه كركم على اي نبات النبات هيشتغل. وهقول لكم شفتوا النبات عمل ازاي، وانا اللي ما حصلتش وانا اللي ما عملتش وانا بتاع الكلام من ده فنكوش. الحاجات دي فنكوش. القرفه فنكوش.
واخد بالك. جرب كده، حط شويه قرفه على دوبهم في شويه ميه كده، انت فهمتني يعني، مش دوبهم يعني، حط شويه قرفه كده عليهم نقطتين ميه وحطهم على الرخامه. لو انت ما عندكش نمله هيجي لك نمل. كويس. لو انت ما عندكش دبان هيجي لك دبان. كويس. فانا ليه اعرض نباتاتي للحاجات ديت؟ الحاجات ديت ما فيهاش اي منفعه، وضررها كبير جدا جدا. وعلى فكره بالمناسبه، انا بحب اشكر جروب مبادره ازرع بايدك، عشان جروب مبادره ازرع بايدك هم الجروب الوحيد اللي انا شايفه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل اللي منع نشر الخلطات المنزليه العبيطه دي. كويس. دول ناس محترمه وانا بحييهم من عندي، وبجد بجد بجد انا بشكرهم بشكرهم بشكرهم. طولت عليكم معلش، بس انا شايف ان اليوتيوب مليان بالهجايس، مليان بالفنكوش. علشان كده احنا اتفقنا مع بعض الاسمده المعدنيه ونجيبها، والله رخيصه مهما غلت ثمنها فهي رخيصه. اولا خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا، الاسمده المعدنيه عليها تاريخ انتاج وتاريخ صلاحيه. تاريخ الصلاحيه فنكوش، مفيش حاجه اسمها اكسبايرد، لا كمل عادي. انا واحد من الناس بكمل عادي. كويس. بلاقي تاريخ الصلاحيه اكسبايرد فبشتغل عادي مفيش مشاكل. الاسمده المعدنيه الغاليه حضرتك، احنا اتكلمنا وقلنا ان احنا بنشتغل دلوقتي رش ورقي، اذا ان الجرام الواحد من الاسمده المعدنيه الغاليه قوي اللي احنا بنتكلم عليها ديت يكفي لتر ميه. واللتر الميه ده انا عن نفسي ووريت لكم في فيديو قبل كده، هسيبه لكم في المصادر تحت، ان انا سميت الصوبه دي كلها بلتر ونص ميه. لتر ونص ميه فقط. كويس. انت عندك عمرك يعني، انت لو عندك مثلا خدت مني او من اي مشتل انت تثق فيه سمات كويس، وخدت منه كيس صغنن كده ثمنه 15 جنيه 20 جنيه بالكتير، خلينا 25 جنيه ده بالكتير قوي. كويس. ده يقعد معاك، ده عباره عن 30 جرام، لو بتسمت بجرام على سبيل المثال، جرام كل مره كل 10 ايام، يبقى مفروض ان هو يقعد معاك 300 يوم. يقعد معاك 300 يوم. كويس. يبقى اقتصادي ولا مش اقتصادي؟ يبقى انا ازاي اضحي بنباتات بالجمال ده والروعه دي والحلاوه دي والفلوس دي، لان النباتات الداخليه كمان، خصوصا النباتات الداخليه غاليه جدا، غاليه. فانا اضحي بيها ليه؟ عشان انا اوفر ايه؟ عشان اوفر كام؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. ولغايه هنا اكون خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير عشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. واللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.